السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الواحد مش عارف يبدأ ازاي، بس هبدأ وهقول وهتكلم عن حاجات كتير. هتكلم عن المنتدى اللي انا كتبته في قناتي، وهتكلم عن المحلاوي والبورسعيدي، وهتكلم كمان عن احمد رفعت والفساد اللي موجود في الدولة. مش هنقول تسبب في موت احمد رفعت، ولكن كانت احدى الاسباب. قبل ما هبدأ الفيديو بتاعي، عايز اعاتب جمهوري الحبيب، عايز اعاتب المتابعين، عايز اعاتب الناس اللي بتشاهدني، عايز اعاتب اي حد يعرفني واقول له انت استخسرت فيا انك انت تدعي للطفل زياد عصام. الطفل زياد عصام في المستشفى الآن، ومحتاج كل دعوة من دعواتكم، محتاجكم كتير. طلبت منكم ان كنتوا تدعوا للطفل زياد عصام كما لو كنت بشحتها منكم. اللي ما تعرفوش يا سيدي الفاضل، يا ايها المتابع، يا ايها الاخ، يا ايها المشاهد، انك انت بتاخد ثواب على الدعوة دي، انك انت بتاخد ثواب لمجرد انك انت تدعي لمريض. زياد عصام محتاج دعواتكم. اكتر من كده انا مش هقول، لكن انا عرفت فين الناس الصح وفين الناس الغلط، فين الناس اللي تحب تشوف ابو قشين وهو بيتكلم، وفين الناس اللي بتحاول ان هي تجامل ابو قشين لمجرد ظهوره على شاشة اليوتيوب. اكتر من كده انا مش هقول. وبشكركم على تعليقاتكم، وبشكركم على اللايكات اللي عملتوها بمناسبة المنتدى لزياد عصام. زياد عصام هو كمان بيشكر كل واحد علق ودعا ليه في المنتدى وعمل لايك، بيشكر كل واحد من كل قلبه ان هو هيساعده في الشفاء بعد ربنا سبحانه وتعالى. اكتر من كده مش هقول، لان كلامي هيوجعني انا قبل ما يوجعكم انتوا. هنخش على الموضوع التاني، والموضوع اللي شاغل اليوتيوب هو المحلاوي والبورسعيدي. يا ترى مين الجاني ومين المجني عليه؟ هما الاتنين الجاني وهما الاتنين المجني عليهم. مين السبب في اللي هم وصلوا له اقول لك مين السبب في اللي هم وصلوا له. كل واحد شجع المحلاوي، وكل واحد شجع البورسعيدي، وكل واحدة سمعت المحلاوي، وكل واحدة سمعت البورسعيدي وهو بيسب وبيشتم، وكانوا بيشجعوه على كده، كانوا بيشجعوا الاتنين لغاية ما وصلنا للحالة دي. لأن اليوتيوب هو اللي عايز كده، اليوتيوب عايز الشتيمة والسب وبهدلة الناس والإهانة للناس، سواء كان ظالم ولا مظلوم. المهم إن هو يكسب، مش أنت اللي تكسب، ده اليوتيوب هو اللي بيكسب أكتر منك آلاف المرات. الداعم اللي بيحاول إن هو يدعم في سب الأعراض والشتيمة وإهانة الناس، ده داعم للشر مش داعم للخير. ويمكن تفتكروني لما قلت لكم قبل كده، وبقولها دايما وبقولها متكررة أكتر من مرة، كل ما قيمة الجنيه بتنزل الشعب المصري بينزل معاه، وبنرخص، ووصلنا نفسنا إن احنا نساعد سواء كان البورسعيدي أو المحلاوي إن هم يتقاتلوا مع بعض وينزلوا لساعة القتال على أرض الواقع، بعيدا عن الشاشة، بعيدا عن قنوات اليوتيوب، بعيدا عن التراشق الألفاظ عبر الشاشة. شفتم انتم ليه السبب في اللي وصل ليه المحلاوي واللي وصل ليه البورسعيدي؟ انا عارف ان انا ممكن اتهاجم بسبب فيديو زي لكن انا بقول لكم الحقيقة وبحاول اوعيكم. انتم اللي بتصنعوا الشر، المتابع هو اللي ممكن يصنع الشر وممكن يصنع الخير، الداعم هو اللي بيصنع الشر وهو اللي بيصنع الخير. لو صرف دعمه في مكانه الصح، لو صرف الدعم في مكانه الصح هيدعم الخير. لو صرف الدعم بتاعه في مكانه الشر يبقى بيدعم الشر. واللي وصل او اللي وصلنا ان احنا نشوف
اتنين بيتصارعوا على ارض الواقع بسبب اليوتيوب، لان اليوتيوب بيساعد كتير في حاجات زي كده. اليوتيوب لو قادر ان هو يحجم القنوات اللي بتسب وتشتم في ظل وجود نساء اظن انهم فاضلات وبيسمعوا اقذر الالفاظ على قناة اليوتيوب، ومع ذلك قاعدين مبسوطين وبيشوفوا وبيسمعوا الفاظ يصعب على اي انسان ان هو يشوفها في الشارع، يصعب على اي انسان ان هو يسمعها ويحاول ان هو يكررها، مستحيل هيكررها، لكن بيحب ان هو يسمعها. وبنسقف للي بيسب وبنسقف للي بيشتم. اي قناة فيها موضوع هادف وتقدر انك انت تستفيد منه ما بتجيبش مشاهدات. اي قناة بتديك معلومة ممكن انك انت تفيد بيها اولادك ما بتجيبش مشاهدات. وقنوات كتيرة الهادفة بس يا خسارة مش ناجحة زي اي قناة ممكن ان هي تسب وتشتم. ارحموا انفسكم. عايزين نرحم نفسنا ان احنا ما ندعمش الشر. عايزين نرحم نفسنا ان احنا نقوم الانسان اللي بيسب ويشتم عشان ما يوصلش للمستوى بتاعنا زي ما وصل ليه البورسعيدي والمحلاوي. طبعا الشماتة بانت في اليومين اللي فاتوا دول، وانا شفتها في احدى البثات اللي موجودة على قنوات اليوتيوب. اللي بيدعم المحلاوي شمتان في البورسعيدي، واللي بيدعم البورسعيدي شمتان في المحلاوي، وممكن بيتمنى لهم اكبر مكروه يحصل ليهم في الفترة الاخيرة. انا تمنياتي للاتنين ان هم يخرجوا ويراجعوا نفسيهم، واكيد لازم يراجعوا نفسيهم ويعرفوا ان هم كانوا فريسة لداعم بيصرف فلوسه على بؤر الشر، لداعم بيصرف فلوسه عشان يحيي الفتنة ويزرعها في قلوب الناس من خلال فلوسه. الله أعلم هو جايبها منين. طبعا الكلام دوت مش لكل الداعمين، في داعمين أفاضل، في داعمين بيحاولوا إن هم يساعدوا الناس فعلا، وبيحاولوا إن هم يودوا فلوسهم في أماكنها الصحيحة، لكن هم قليل جدا. عايز أقول كمان المحلاوي والبورسعيدي مش هيبقى أول ناس بيتصارعوا في اليوتيوب ويلاقوا بعض في أرض الواقع. المحلاوي والبورسعيدي مش هم أول ناس، ممكن يبقى في 100 محلاوي و100 بورسعيدي هيتقابلوا تاني، وهيتقابلوا طول ما الشر موجود فينا، طول ما الشر موجود فينا. عشان كده بنقول عايزين نرجع لربنا، نرجع لديننا، نرجع لعقلنا، نرجع ان احنا نظهر بصورة كويسة قدام العالم اللي موجود على منصة اليوتيوب. اليوتيوب مش هيفيدك بحاجة، صدقني. اليوتيوب بياخد منك كتير قبل ما بيديك، بياخد منك حاجات كتيرة جدا جدا انت بتفتقدها بسهولة في سبيل انك انت تحصل على الفتات بتاعة اليوتيوب. هو الكسبان وهو الربحان. انت اتغلبت او غلبت، اليوتيوب كسبان منك، كسبان. انا ما اتكلمتش كتير في الموضوع دوت لان الموضوع بجد ألمني جدا، رغم ان انا بعيد عنه وما كنتش بشوف للاتنين، بس لما شفت فيديوهات الشماتة وتعليقات الشماتة في الاتنين زعلتني قوي. حست في نفسي ان احنا بنحاول ان احنا نظهر بصورة سيئة بل أسوأ في سبيل ايه؟ فلوس اليوتيوب. النقطة اللي هتكلم فيها دلوقتي وهي نقطة وفاة اللاعب أحمد رفعت. وفاة اللاعب أحمد رفعت كشفت فساد كروي كبير في جمهورية مصر العربية.
عشان كده لازم نصحى من الغيبوبة اللي احنا عايشينها وبنقول عليها كرة قدم. أحمد رفعت عاش فترة كبيرة تحت ضغط نفسي وعصبي لدرجة إن هو ما توفقش في اللعب في الإمارات في نادي الوحدة الإماراتي. مستواه نزل نتيجة الضغط النفسي والعصبي، إن هو طلع من مصر بيقول إن هو قانوني وبعد كده ظهر إن هو مش قانوني. يا ترى فين الفساد هنا؟ الفساد هنا أو الثغرة هنا فين؟ هل في إدارة التجنيد اللي طلعت له تسريح السفر؟ ولا في النادي؟ ولا في رابطة الأندية؟ ولا في اتحاد الكرة كمنظومة؟ أكيد في اتحاد الكرة كمنظومة، والدليل واضح لكل الناس، وكتير من الناس اتكلمت فيه واتهاجمت عشانه. لكن أحمد رفعت لو ما لحقناش نفسينا هيتكرر أحمد رفعت تاني وتالت ورابع وخامس نتيجة الفساد اللي موجود. لابد من محاسبة المسؤول. مش هنقول عن موت أحمد رفعت، لكن هنقول المتسبب في موت أحمد رفعت، لأن كل شيء قضاء وقدر. وقدر أحمد رفعت إن هو مات بالأسلوب دوت عشان يكشف لينا ويظهر لينا إن في فعلا فساد موجود في الدولة في جهاز الرياضة. يا ترى هنتحرك إمتى عشان نقضي على الفساد؟ زي ما بنحاول إن احنا نقضي على الفساد في جهاز الرياضة في جمهورية مصر العربية، لازم نحاول كمان إن احنا نقضي على الفساد في منصة اليوتيوب من خلال الحكومة. واليوتيوب يساعدنا على كده لو عايز يبقى يوتيوب شريف، لو عايز إن هو يكون منصة فعلا جيدة يقدر الناس يستفيد منها. كلامي خلص وكلامي مفهوم وكلامي واضح، بعيدا عن أي حاجة في فكر أي واحد بيسمعني دلوقتي. أنا كل اللي طالبه منكم النداء الأول وهو الدعاء لزياد عصام. الطفل ده فعلا محتاج دعواتكم ومحتاج حاجات كتير منكم عشان يقدر يرجع لأسرته تاني. انتوا ما تتصوروش الأسرة عايشة ازاي دلوقتي بسبب الطفل دوت، لكن بسبب دعواتكم ان شاء الله هنقدر ان احنا نحيي الامل في الأسرة مرة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله.